مثلا او جماهير الاهلي على السوشيال ميديا تلاقي في حاله مناح. ازاي الزمالك يتاجل له ماتش؟ الزمالك بقى بيطلب من غير ما يقوم مش عارف ايه، اؤمر تطاع مش عارف ايه، لدرجه انه اصبح يبقى فيه هجوم على لجان الكره في النادي الاهلي. لك لجنه العواجيز عدل القيعي وزكريا ناصف ومحسن صالح، الناس دي عفى عليها الزمن، لازم التغيير. الاهلي خسر بطولتين واللي جاي في كل ده عشان الزمالك اتاجلت له مباراه في الدوري بسبب قرار من الاتحاد الافريقي بتقديم موعد مباراته لمده يوم. طب ما هو طبيعي يا جماعه، لو البلاستيك بيلعب، لو اسكو، لو الترسانه بيلعب في الكونفدراليه وعنده ماتش يوم السبت، هيتاجل له ماتش الخميس. يعني هي مش كيمياء، وما هياش يعني مثلا منا من الاتحاد على نادي الزمالك. اتحاد كره القدم المفروض انه اب شرعي لكل الانديه. النادي اللي يقع في مطب زي ده يلاقي اتحاد الكره طبعا جنبه بيسنده. انما احنا ضد التجاوزات. يعني ضد ان انا اجل لك مثلا مباراه لمده 10 شهور. حضرتك اللي بتتكلم كده عارف ان في مباراه الاهلي مع بيراميدز اتاجلت ل 10 شهور. عارف ان الاهلي كان بيلعب الاسبوع ال 24 في الدوري وال 25 قبل مباراه الاسبوع التاسع والثامن وال 16 من سنتين. عارف ان كان عندنا دوري كورونا واضطريت تلعبه عشان ترضي النادي الاهلي انه كان اقرب للدوري، ومساله يعني ما كانت غريبه بندفع ثمنها لحد النهارده. ما علينا. النهارده الزمالك اتأجل له المباراة بتاعت الاتحاد لأجل غير مسمى، وبالتالي هيلعب يوم السبت مع سجرادا الأنجولي اللي جه القاهرة بدري جدا. يعني أنا آسف، يعني ما ينفعش حد أهلاوي يطلع يتكلم عن التأجيل. ما يطلعش حد أهلاوي يقول لك إحنا لازم تأجل لنا ماتشات زي الزمالك. ده أنتوا ما فيش في الكرة الأرضية حد بيتأجل له ماتشات زيكم. ده الأهلي بيوصل تأجيلاته في الموسم ل 10 مباريات لمجرد انه بيلعب في افريقيا. دي النقطة التانية اللي تخليني برضو اشيد انه زمان كان اتحاد كرة القدم، وده الجديد، كان بيعاند مع الزمالك. يعني كان تلاقي الاهلي في افريقيا من غير ما بيطلب التأجيل بيتم. لو عنده سفر او عنده ماتش يبقى معاه بيراميدز بيلعب في نفس التوقيت وفي نفس اليوم محلي وافريقي، الاهلي يتأجل له بيراميدز لا. فبالتالي التحسن الملحوظ النهارده هو تحسن في علاقة الزمالك باتحاد كرة القدم والمؤسسات الرياضية. ودي نقطة ومن أول السطر. يعني أنت عمرك ما هتنفذ ولا هتحقق اللي أنت عايزه ولا هتدافع عن حقوقك ولا هتحصل عليها إلا لما تبقى عندك علاقات طيبة مع الجميع. لأنه لو هقول إبراهيم كابتن إبراهيم سعيد، لا هغلط هو ولا هقول حاجة خالص. الراجل طالع في قناة تلفزيونية مع مذيعة تبدو مذيعة محترمة، مش اللي بالي بالكم، لا بقول مذيعة محترمة، أعني ما أقول، وفي قناة محترمة. البنت بتقول له شيكابالا رايك يكمل ولا يبطل؟ لا انا رايي يبطل. طب انت مضحك قوي، يعني ايه رايك يبطل؟ مين انت؟ يعني انت بتقول انا بطالب شيكابالا يبطل. هو حضرتك ابو شيكابالا ولا رئيس نادي شيكابالا ولا من جمهور شيكابالا ولا محب لشيكابالا؟ يعني انت من اسبوعين مش عاجبك زيزو مع المنتخب ومفروض يبعد، والنهارده الشيكابالا هيبطل. بذمتك مش متكيف يا ابراهيم اللي بيعمله شيكابالا؟ هو مين في مصر حتى اللي ما حتى اللي بيتنمر على شيكابالا، حتى اللي بيتنمر عليه من بعض الجماهير المنافسه ولا انا متاكد ان بينه وبين نفسه ومشغل تلفزيونه بيتنطط مع اهداف شيكابالا. هي الفكره ان انت زعلان من اللي بيعمله شيكابالا وانت لعيب للاسف عارف الكلام ده لو طلع مني. انا مش بتاع كوره، انا مش لعيب، مش مدرب كوره. يعني انا راجل صحفي، لما اقول ان شيكابالا يبطل انا عندي قناعه انه مش قد كده، ماشي اسمع من هنا وعدي من هنا. لكن انت ابراهيم سعيد تيجي تقول لي شيكابالا يبطل؟ يا ابني اللي يقول شيكابالا بطل ولا الشيكابالا بتاع، قول له ايه زي ما قال اسمه ايه. ما ينفعش تقولوا كده يا جماعه. الكلام اللي بيقوله المشجعين المتطرفين الغير محبين اللي هم بيحبوا في طرف واحد، يا عم ابراهيم يا سعيد مالكش دعوه بيه. هو انت وظيفتك في الاعلام ايه؟ بولولم؟ يعني انت طالع شغلتك على المدفع ايه؟ اما يوم بتكسر في زيزو ويوم بتكسر في شيكابالا ويوم يا ابني هو مصر فيها غيرهم؟ يعني انت عاجبك امام عاشور؟ طب قول لي انا قاعد مربع اهو. ها وات از ذا مينينج اوف امام عاشور؟ يعني ايه امام عاشور؟ بيعمل ايه امام عاشور في النادي الاهلي؟ طب انت عاجبك مين في النادي الاهلي؟ طب انت عاجبك كولر؟ عاجبك خطوط الاهلي الثلاثه؟ يا عم خليك في الاهلي.
وبعدين نيجي نتكلم احنا يقول لك انت مالك بالاهلي، خليك في الزمالك. اهو كبيرهم يعني ابراهيم سعيد، الراجل اللي انا عذره هو مش لاقي مكان يقف فيه، هو مرفوض هنا ومرفوض هنا. فبالتالي هو في حاله عدم توازن. عارف لو حد كلمه من الزمالك الصبح والله العظيم هيطلع يشتم في محمود الخطيب وجماهير النادي الاهلي والله، واجيب لك الوقت مسجل وهو بيشتم في جماهير الخطيب، في جماهير الاهلي وفي رئيس الاهلي اللي حاول كتير يقلل منه. واحد بيقول لي مين ابراهيم سعيد؟ انا عارف واحد بطفيره بيطلع كل يوم يفتي. انت بلاش مين ابراهيم سعيد. ليه الاعلام الاصفر مصر ان يجيبوا كل يوم ويضحك الناس عليه؟ بس يعني ما احنا نقدر ما نشوفوش، يعني نقدر ما نشوفش ابراهيم سعيد، بس الناس اللي هي حريصه انها تجيبه عشان كل يوم يشغلوه بالليل. تقريبا بعد ما بيخلص احمد موسى وعمرو اديب الناس بتبقى محتاجه ترفيه. يعني الناس بتبقى محتاجه فتره الليل والجو شتاء وبتاع ترفيه كده قدام التلفزيون والدفايه. فهاتوا لنا ابراهيم سعيد عامل زي فقره الساحل بتاع زمان. فما حدش بيقول له انت بتقول ايه، خلاص انت شايف ان شيكابالا ما بيقدمش حاجه والراجل قالها لك، قال لك اللي يقول شيكابالا انتهى قول له ايه، بس هو كده. اللي يقول شيكابالا انتهى ما عندناش غير الكلمه دي. زي بالظبط علي محمد علي. علي محمد علي واحد من ارقى معلقين كره القدم في العالم، مش في مصر ولا في الوطن العربي ولا في بين سبورت ولا هنا ولا هنا. ده الرجل الشيك المتزن العاقل اللي بيدي كل حق كل نادي وكل فريق حقه. حتى لما بيعلق للنادي الاهلي بيتجرد من زملكاويته وبيكون مصراوي. لما بيشتغل لنادي الزمالك نفس الفكره. عمرنا ما اشتكينا من علي محمد علي. عمر الاهلاويه ما اشتكوا من مثلا عنصريه علي محمد علي في التعليق ولا اندفاعه ولا كلامه عن خالص. عمره ما كان زملكاوي على فكره، مش هو لوحده. حتى حاتم بطيشه اللي اتحارب لمجرد انه قال الجمله دي على شيكابالا عمره ما كان زملكاوي حد في التعليق. وهو صاحبي ويا رب يكون سمعني، مش حد يعني قال جمل عاديه. محمد علي ادى شيكابالا حقه. الراجل حط جول ما بيحطوش في الدنيا لشيكابالا. يعني وانت لو انت حضرتك بقيت كفيف وغماض وبيقول لك شيكابالا بيسجل هتبقى متخيل عاملها ازاي. ابراهيم فايق قال لك بيعملها كده ببقى عارف انه هيعملها كده وهيروح يقطم ويحط. المدافع بيبقى عارف انه هيعملها كده ويروح ويقطم ويحط. الحارس المرمى والمعلق ومع ذلك بتيجي وكل مره بتيجي. الا يستحق ان احنا نديله حقه ليه يا اخي؟ طب انت ضد المتعه، في ناس بتستمتع بيه. يعني شيكابالا بيدي المحب بيه اهو، مش كل الناس. حقن كده في الوريد، حقن متعه وكسير حياه بيعملوا شيكابالا في الملعب. شيكابالا لم يعد مجرد لاعب كره قدم. لاعب كره القدم بقى ابراهيم سعيد لاعب كره القدم، على فكره الونش لاعب كره القدم، محمد عبد المنعم لاعب كره، اي لاعب كره الا شيكابالا هو واحد بس. ده راجل ساحر، ده راجل بيعمل حاجه ملهاش علاقه بكره القدم. في ناس بتحب الهوس، تحترم من الناس بتحب الهوس، هم حرام. انت مش حابب ابعد. يا عم بيقول لي شيكابالا عمهم حرق دمهم، والله مش عايز اقول كده يعني. لكن هي فكره ان انت كاره لكل ما هو فنان وحريف، يا اخي ما تتفرجش. زي ما انت بتدخل مثلا على البث وتشتمني، طب ما تدخلش، بسيطه يعني. يعني